كان يا مكان في يوم من الأيام كان في ملك شرير جدا وكان اسمه باوزر، والملك ده كان هدفه إنه يدمر كل الممالك اللي حواليه وإنه يحكم العالم كله لوحده، وما كانش حد قادر خالص يقف قصاده لحد ما بيجي ماريو وأخوه وبيتحدوه، ويا ترى مين فيهم اللي هينتصر؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. اوكي، بيبدأ الفيلم والوحش الكبير الشرير باوزر ده ومعاه السلاحف بتاعته وهم جايين يهجموا على مملكة البطاريق الطيبين، وبعد معركة عنيفة جدا جدا وبمساعدة الساحر الشرير بتاعه وقوة النار اللي عنده بيقدر يدمر المملكة ويوصل للصندوق الذهبي، وده اللي جواه النجمة الذهبية واللي بيها هتبقى قوته خارقة جدا ومحدش هيقدر يتغلب عليه أبدا. اوكي، دول ماريو واخوه لويجي وهم بيتفرجوا على الاعلان بتاعهم اللي عملوه بعد ما سابوا الشركة اللي كانوا شغالين فيها وفتحوا شركة السباكة الخاصة بيهم وعملوا لها اعلان كمان، وكان الراجل اللي شغالين عنده بيتريق عليهم بيقول لهم ابقوا قابلوني لو نجحتوا، بس المفاجأة بيجي لهم فعلا اول اوردر لناس عندهم مشكلة في المواسير في البيت بتاعهم، وبيفرحوا جدا ماريو ولويجي. وبعدها وهم رايحين البيت يلاقوا العربية عطلانة وماريو يقول لويجي انا هتصرف تعالى ورايا، وطبعا ماريو بيمارس هوايته المفضلة وهي النط من على السور وطلوع السلالم ويعدي الصناديق لحد ما بيوصل، ولويجي كان جاي جري وراه وهو على الله حكايته خالص. وبيوصلوا البيت واصحاب البيت بيعرفوهم على الكلب بتاعهم، ومن حظهم الوحش بيكسروا العظمة بتاعته والكلب بيتغاظ منهم جدا، وبعد ما بيخلصوا بيكتشفوا ان البيت جاي لهم وهو متغاظ، ومش بس كده ده بيهجم عليهم كمان وبيخبط الحوض بعد ما صلحوه، وبيهجم على ماريو اللي قدر يهرب منه ويحبسه، وبيكتشفوا ان المواسير كلها ابتدت تضرب من كل حتة والمكان كله ابتدى يغرق، وكل ما يقفلوا حاجة تضرب حاجة تانية، والبانيو ابتدى يتملي والكلب ابتدى يعوم فيه وهيطلع لهم من فوق لحد ما ماريو بيقفل المية كلها وبيلاقوا الكلب بيهجم عليهم ولكنه بينط من الشباك، بس هم بيقدروا يلحقوه على آخر لحظة، وبيدخل عليهم صحاب البيت علشان يلاقوا المنظر اللي انتوا شايفينه ده، وبيروحوا بعدها ماريو ولويجي البيت بتاعهم. بس للأسف البيت كله كان بيتريق عليهم وعلى الإعلان اللي عملوه، ومفيش حد كان بيشجعهم خالص غير مامتهم اللي قالت لهم ولا يهمكم، ناس كتير زمان اتريقوا عليها بس في الآخر وصلوا بيهم حاجة كبيرة زي دافنشي مثلا، وكانت بتشجعهم جدا. وبعد ما بيدخلوا اوضتهم لويجي بيقول لماريو ما تزعلش يا ماريو، وبيقول له اللي مزعلني يا لويجي ان الناس طول عمرها بيقولوا علينا ان احنا مش ناجحين في حاجة، وقال له انا تعبت خالص يا لويجي. ووسط ما هم بيتفرجوا على التلفزيون بيلاقوا خبر في النشرة بيقول ان انابيب المية بتاعت المدينة انفجرت كلها، وده سبب فيضان في المدينة كلها ووقف حركة المرور والمدينة كلها غرقت. وفكر ماريو ان دي فرصتهم انهم يثبتوا نفسهم ويغيروا نظرة الناس ليهم، وفعلا قال له يلا بينا يا لويجي، ونزلوا علشان يصلحوا المواسير. ولويجي بيقول له ما تتهورش يا ماريو، وبيرفع ماريو غطا البلاعة وبينط في المية، وطبعا لويجي ما بيسيبوش وبيقول ما بدهاش بقى وينط وراه في المية. وبعد ما بينزلوا بيقول له ماريو احنا لازم نوصل لصمام الضغط ده وهما ومتعلقين في المواسير، وبعد ما قربوا خلاص يوصلوا الصمام بينفجر والمواسير بتقع بيهم، وبيلاقوا نفسهم كده في أوضة غريبة، ولما بيركزوا بيلاقوا المكان كله غريب، ووسط ما هما بيستكشفوا المكان مرة واحدة ماريو بيلاقي لويجي اختفى وهو بيدور عليه، وقت ما ماريو كان بينادي عليه وسط الماسورة بيلاقي نفسه حاجة كده سحباه، وبيبص بيلاقيه طاير وسط مناظر جميلة وعجيبة جدا، وبيبص كده ليه لويجي قدامه فبيلحقه، ولويجي بيقول له انا خايف جدا يا ماريو، فماريو بيقول له ما تخافش انا معاك ومفيش حاجة هتقدر ابدا تأذينا طول ما احنا الاتنين مع بعض. ووسط ما هما بيتكلموا مرة واحدة يلاقوا نفسهم كل واحد اتشد في اتجاه مختلف، وبعدها ماريو بيبص بيلاقي نفسه وسط مكان عجيب كله من المشروم، جاي يلمس واحدة منه بيطلع له واحد راسه عبارة عن مشروم، وماريو بيتخض بيقول له ده حلم ولا علم؟ فبيقول له طبعا ده علم، وانت دلوقتي في مملكة عيش الغراب. وماريو بيبص وبيلاقي أشكال غريبة وكائنات أول مرة يشوفها بتتحرك،
وبيسألوا ماريو ما تعرفش اخويا راح فين؟ احنا كنا مع بعض وفجأة مرة واحدة اتفرقنا وشفته زي ما يكون رايح لمكان فيه بركان. المشروم بيتخض وبيقول له يا لهوي، اخوك راح للارض المظلمة اللي تحت حكم باوزر، وده اكتر واحد شرير في الكون كله، وقال له انا هاخدك دلوقتي للاميرة بتاعتنا واكيد هي هتعرف تتصرف. لويجي بقى بيبص ويلاقي نفسه في أرض ضلمة ومليانة شوك وحمم بركانية وخفافيش. كان خايف جدا جدا، وكمان بيلاقي كائنات غريبة كده شكلها زي السلاحف بتهجم عليه، وعددهم كان كل شوية بيزيد وبيجروا كلهم وراه ومش بيسيبوه لحد ما بيلحق يوصل لبيت مهجور وبيقدر يقفل الباب عليهم، وفجأة يلاقي كائنات غريبة وراه وبتخطفه. ماريو بقى هناك يبقى رايح علشان يقابل الأميرة عشان تنقذ له أخوه، وبيبقى منبهر من كمية كائنات المشروم اللي بيشوفها، وابتدى يطلع الأسانسير ويمشي على صناديق متعلقة في الهواء. صاحبه بيقول له يلا ادخل الماسورة علشان نوصل بسرعة، وبيدخل ماريو الماسورة فبيلاقي نفسه اتشفط، وبيطلع من ماسورة ويدخل في ماسورة تانية لحد ما بيوصل لباب القصر. وبعد ما بيوصل ماريو وصاحبه لباب القصر سألوا عن الأميرة، والحراس ما كانوش عايزين يدخلوهم وقالوا لهم مفيش حد هنا بالاسم ده، بس صاحبه قعد يعمل لهم أكل ويلهيهم علشان يتسحب ماريو ويقدر يدخل، ولكنه بيتفاجئ إن في حراس تانيين جوه وكمان بيجروا وراه. ومش بس كده، دول نادوا صحابهم وكله بقى بيجري ورا ماريو. في الوقت ده يكون في اجتماع المجلس شغال في القصر، ومستشارين الأميرة بيقولوا لها باوزر قدر يلاقي النجمة الذهبية، وكده بقى معاه قوة محدش هيقدر يتصدى لها ولا حد هيقدر يقف قدامه، وهيخلص على كل الممالك زي ما خلص على مملكة البطاريق، واحنا كيوت خالص وعلى الله حكايتنا وهيدمرنا. الأميرة بتقول لهم أنا مستحيل هخليه يأذيكم، وبكرة هروح للملك كونغ وهقنعه إنه يساعدنا بالجيش العظيم بتاعه ويحارب معانا. ويقولوا لها بالتوفيق يا أميرتنا الجميلة. وبتبص الأميرة لقيت ماريو جاي جري عليها وهو هربان من الحراس، وراحت ماسكاه وراحت هبداه، والحراس كلهم بيمسكوه، بس هي بتقول لهم سيبوه نشوف ايه حكايته. وبتركز كده وبتقول له ايه ده، انت انسان زيي؟ انا ليا كتير جدا ما قابلتش حد من البشر. وماريو بعدها قال لها على لويجي واللي حصل معاه وانه عايز ينقذه. قالت له حظك حلو، انا كده كده كنت رايحة علشان اوقف باوزر عند حده. قال لها خديني معاكي. قالت له انت شكلك صغير وكيوت. قال لها انا هقدر اساعدك. قالت له اذا كان كده طب يلا ورايا علشان توريني مدى قوتك. وبتاخده وبتقول له يلا يا بطل، مش بتقول على نفسك قوي؟ لو قدرت تعدي الحواجز دي كلها انا هاخدك معايا المعركة. فماريو بيقول لها مستحيل طبعا حد يقدر يعمل ده كله. فبتقول له متأكد؟ طب حتى بص الحركة دي. وبتقدر بسهولة وسلاسة ورشاقة وأناقة تعدي وتتغلب على كل الحواجز. ماريو يبقى مش مصدق اللي شايفه، وبترجع له الأميرة وبتقول له ها ايه رأيك، مش كنت بتقول مستحيل حد يقدر يعديها؟ فماريو بيبقى منبهر جدا وبيقول لها طب ازاي اقدر اعمل كده؟ قالت له انا هساعدك، هديلك هدايا تقويك. وبتخبط الصندوق وبتطلع منه واحدة مشروم صغيرة وبتقول له يلا كله. وبياكله ماريو وبيلاقي نفسه عمال يكبر 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 لحد ما بقي قد الأميرة. وقالت له مش بس دلوقتي انت بقيت قوي، ده انت بقيت كمان تقدر تنط عالي كمان. فقال لها وسعي كده يا سمو الأميرة وعد الجثث. وجري بسرعة 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 ونط في الهواء، بس للأسف ما بيكملش وبيقع في السكة وبيرجع صغير تاني. فبتقول له لما حاجة تخبطك أو تهزمك بترجع صغير تاني، وبتديله واحدة مشروم تانية وبيكبر تاني، وبيحاول مرة كمان وبيقع وبيصغر. وفضل يحاول تاني وتالت وعاشر، وكل مرة برضه مش بيقدر يكمل الآخر ويرجع من الأول تاني، لحد ما آخر مرة قال خلاص المرة دي أنا هعملها. وفعلا قدر يعدي كل الصعوبات. والأميرة قالت ده باين إنه هيعملها ولا إيه، لحد ما كان خلاص قرب يوصل، وبيبص على الأميرة وهوب الزرعة بتصطاده. والأميرة بعدها بتقول له رغم انك ما خلصتهاش كلها وعشان شفت اصرارك وعدم استسلامك فانا قررت هاخدك معايا المعركة. باوزر بقى كان بيحتفل هو وجنوده بالنجمة الذهبية، وبيفاجئهم كلهم انهم لما يوصلوا لمملكة المشروم هيطلب ايد الاميرة للجواز، ولو رفضت هيدمر لها المملكة بتاعتها. وبيقول لهم يلا جهزوا علشان اللي فات تسخين واللي جاي محتاج فيتامين.
لويجي بقى بيتقبض عليه في أرض الظلام وبيكون زعلان جدا وبيفتكر وهو صغير لما كان بيقع في أي مشكلة وكان ماريو على طول بينقذه وبيتمنى لو ماريو كان موجود معاه دلوقتي. الأميرة بقى بتجمع المملكة كلها وبتطمنهم إنهم هيقدروا يتصدوا لباوزر وكل قوته بمساعدة الملك كونج والجيش بتاعه. وبتاخد الأميرة ماريو وصاحبه وبتقول لهم أنا مستحيل أخلي أي حد يدمر الجمال ده كله. وبيسأل ماريو الأميرة وبيقول لها شكلك مش من هنا يا سمو الأميرة في الأصل. قالت له أنا معرفش موطني الأساسي إيه، بس هم هنا لقيوني وربوني زي واحدة منهم ودربوني كمان، ولما جه الميعاد خلوني أميرة عليهم. بيقول لها ماريو على فكرة انت ممكن تكوني من المملكة بتاعتي. قالت له كل شيء ممكن يا ماريو. الساحر بتاع باوزر بقى بيروح ويقول له احنا عرفنا ان في حد من البشر وصل مملكة المشروم ومش عارفين بيخططوا لايه. فبيتغاظ باوزر جدا وبيقول له تتصرفوا وتعرفوا ناويين على ايه بأي طريقة. وبيمسكوا لويجي وبيجيبوه لباوزر وباوزر بيقول له انا دلوقتي هدمر العالم كله وكمان هتجوز الاميرة، بس في مشكلة واحدة صغيرة. تعرف ايه هي يا لويجي؟ قال له ايوه طبعا، اخويا ماريو اللي مش هيسيبك تعمل كده وهيوقفك عند حدك. فبيتغاظ باوزر منه وبيقول لهم خدوه احبسوه في السجن. لويجي بقى لما بيروح السجن بيلاقي فيه ناس كتير ومنهم البطاريق اللي باوزر دمر مملكتهم في الأول وكان زعلان جدا خالص. وبعدها بتاخد الأميرة ماريو وبيروحوا مع بعض مملكة الأدغال علشان يقابلوا الملك كونج، وبياخدهم الحارس بتاعه علشان يوصلهم للملك واللي كان هيطيرهم في الطريق وهو سايق بيهم لحد ما بيوصلوا لمكان الملك كونج. وبتطلب الأميرة من الملك يحارب معاها بس للأسف مش بيوافق. بس ماريو بيزعق للملك وبيقول له انت لازم تحارب معانا. فبيضحك الملك وبيقول له هتفق معاك اتفاق، هتتصارع انت وابني مع بعض في أرض الميدان، ولو انت فزت هحارب معاكم، ولو هو فاز يبقى مع نفسكم انت وأميرتك. وبيجهز ماريو للتحدي وبيروح لميدان المعركة اللي بيلاقيه مليان جمهور. وبيتخض ماريو وبيبص وبيلاقي ابن الملك كونج داخل عليه وكان اسمه دونكي كونج، والجمهور كله كان بيسقف ويهتف دي كي دي كي. والملك بيقول لهم علشان تبقى المعركة سخنة انا حطيت لكم صناديق الطاقة اللي حابب فيكم يستخدمها. وبتبدأ المعركة بين ماريو ودي كي وبيهجم ماريو على دي كي، ولكنه طبعا يا عيني بيمسكوا دي كي ودب طخ بوم تك وبيدعكوا خالص. وبيتغاظ ماريو وبيجري بسرعة علشان يستخدم صناديق الطاقة وبياخد أول صندوق وافتكر إنه هيكبر، ولكنه للأسف بيكتشف إنه صغره مش كبره. والملك قعد يضحك وقال له إنه أخد الصندوق الغلط، وبينفخوا دي كي وبيرجعوا لحجمه الأصلي تاني. وبعدها كمان بيطيره وبتنادي عليه الأميرة وبتقول له يا ماريو الصندوق قدامك. وفعلا بياخد الصندوق وبيلاقي نفسه تحول لقطة، وبيبتدي عن طريق مرونة القطط المعروفة يتفادى هجمات دي كي ويرد عليه الضرب ويخربشه كمان. ودي كي ما كانش قادر يعمل حاجة لحد ما بيطير في الجو وبينزل عليه وبيقدر ينتصر عليه في الآخر. والجمهور كله بيفرح وبيوافق الملك يحارب معاهم. وبعدها الأميرة بتقول له برافو عليك يا ماريو، انت استحملت كتير لحد ما قدرت تتغلب عليه. وبيجي لهم دي كي والملك وبيقول لهم الملك اننا قدرنا نحدد مكان باوزر وهيوصل النهارده بالليل مملكة المشروم. وبتقول له الأميرة كده نلحق بسرعة نسبقه ونوصل قبله ونعمل له كمين. قال لها فكرة حلوة، ومحتاجين علشان نوصل بسرعة عربيات كارتينج، ودي عربيات كانوا بيستخدموها في السباقات وكل واحد بيختار العربية على مزاجه. وبيقول لهم الملك يلا مستنين ايه، كل واحد يختار العربية اللي هو عايزها، وكل واحد بيختار عربية على ذوقه. وبتقول لهم الأميرة يلا بينا نخلص على باوزر، وكلهم يطلعوا علشان يلحقوا يعملوا كمين لباوزر. وماريو يبقى منبهر بالطريق والمناظر اللي شايفها، والأميرة بتقول له انت مستغرب ليه؟ وماريو بيقول لها علشان ما فيش المناظر دي في العالم بتاعي، وكمان عندنا السلاحف طيبين جدا مش زي باوزر. وقال لها لو وافقت تيجي العالم بتاعي انا هشتري لك سلحفة.
وبتقول له بس لو قدرنا نخلص من باوزر الأول. باوزر بقى وجنوده يكونوا عرفوا بالخطة ويكونوا هما اللي مستنينهم وهما اللي يعملوا لهم كمين في الطريق ويفاجئوا ماريو وكونج، وتبتدي المعركة بينهم ويهاجمهم جيش باوزر ويردوا عليهم جيش كونج بقشر الموز علشان يزحلقوهم. وتظهر مدرعة كبيرة جدا وبتحاول تخلص على ماريو اللي بيحاول يهرب منها بكل الطرق بس ما كانش قادر، بس في الآخر وبمساعدة دي كي قدر يتخلص منها، ولكنه بيتفاجئ انه السواق ما ماتش وبيجي لهم وبيهاجمهم عن طريق القنبلة الزرقاء وبيتكسر الجسر بيهم. وبتزعل الأميرة جدا لأنها افتكرت انه خلاص كده ماريو اتقضى عليه، وبيخطف الحراس الملك كونج وبيغرق ماريو ودي كي في المية، وبتخبط عجلة عربية دي كي في المية فبيغمى عليه بس بينقذه ماريو، وبيفرح دي كي وبيقول له شكرا يا ماريو قبل ما يبلعهم القرش الكبير. وبتوصل بسرعة الأميرة للمملكة وبتقول لشعبها سيبوا المدينة بسرعة علشان باوزر داخل علينا وانا هتصدى ليه على بال ما تلحقوا تهربوا. وفعلا بيوصل باوزر المملكة وبيقول لها زي ما انت شايفة انا معايا النجمة الذهبية وبيها محدش هيقدر علينا وهنقدر نحكم العالم كله. وبيقول لها تقبلي يا سمو الأميرة تتجوزيني؟ قالت له انت تبقى مجنون لو فكرت اني هقبل اتجوز واحد شرير زيك. وبيقول لها طب كده، فبيخلي الساحر بتاعه يعذب صديقها فبيصعب عليها وبتقول له خلاص موافقة بس حرام عليك ما تعذبوش. وبيقول لجنوده يلا بينا علشان نعمل حفل الزفاف. وبيجي الساحر بتاعه للمسجونين وبيقول لهم افرحوا كلكم معزومين على الفرح والملك هيخلص عليكم كلكم في الحفلة. ويتصدموا طبعا لكلامه ويكون معاهم الملك كونج ولويجي. في بطن القرش بقى يكون ماريو ودي كي زعلانين خالص انهم هيموتوا خلاص. وبيقول ماريو كان نفسي انقذ اخويا قبل ما اموت. وبيقول له دي كي وانا كان نفسي ابويا يكون بيفتخر بيا. وماريو بيقول له وانا كمان ابويا فاكر ان ماليش لازمه. ووسط ما هم بيتكلموا تجيلهم فكره يقدروا يطلعوا بيها من بطن القرش، وهي يطلعوا بالصاروخ اللي لقيوه في معدته. باوزر بقى وجنوده يبقى جهزوا الحفل، وبيجي صديق الأميرة ويقول لها جبتلك بوكيه الورد اللي طلبتيه. وبتخرج الأميرة علشان الحفل وبتتفاجئ ان باوزر هيضحك كل اصحابها، وبتتغاظ وبتضرب الساحر بتاعه وبتقول له ضحكت عليك انا مستحيل اتجوزك يا وحش انت. وبتستخدم الوردة اللي معاها وبتاخد قوة انها تقدر تتلج بيها اي حاجة، وفعلا بتقدر تثبت باوزر مكانه بالتلج وكمان توقف العجلة اللي كانت بتنزل المساجين في النار. وبتبتدي تهاجم جنود باوزر كلهم، ويكون في الوقت ده جايلها في الطريق ماريو دي كي وبياخدوا صناديق القوة اللي في طريقهم وبيقدروا يتغلبوا على كل جنود باوزر. بس بعدها التلج بيبتدي يتفك والمساجين كانوا خلاص قربوا يوصلوا للنار لحد ما بيجي دي كي وبيقدر يوقف العجلة على آخر لحظة في الوقت اللي بيتزحلق فيه لويجي، وكان خلاص بس ماريو بيقدر ينقذه على آخر لحظة بعد ما كان أخد قوة الطيران من صندوق من الصناديق اللي قابلته في الطريق. وبياخدوا بعض بالحضن هما الاتنين، وكمان بيفرح الملك كونج بابنه دي كي وبيقول له أنا فخور بيك يا ابني. ويشوف باوزر اللي حصل ويتغاظ جدا وبيقدر يكسر الإزاز ويقول لهم اطلقوا القنبلة النووية وخلصوا على مملكة المشروم. وفعلا بتنطلق القنبلة وتكون هدفها تدمير مملكة المشروم، وبيقدر بصعوبة جدا ماريو يشتت انتباهها وبتبتدي تجري وراه بدل المملكة. وبتيجي لماريو فكرة ياخدها للماسورة عشان تشفطها بره المملكة، وفعلا الخطة بتنجح وتسحب الأنبوبة القنبلة بس بتنفجر الناحية التانية. كلهم يتفاجئوا انهم بيتشافطوا كلهم هم كمان من الماسورة نفسها، وبيبصوا ويلاقوا نفسهم كلهم موجودين على كوكب الارض. وبيبص ماريو ويلاقي النجمة الذهبية قدامه فبيجري بسرعة علشان ياخدها، ولكنه بيلاقي باوزر قدامه. ويا حرام فضل باوزر يضرب فيه ويقول له انت بوظتلي الفرح ودمرتلي خطتي وضيعت مني الأميرة، لحد ما ماريو قوته بتروح وبيبقى مش قادر خالص. في الوقت اللي الأميرة ودي كي بيجروا على باوزر وبيهاجموه، وبيشوف ماريو وسط تعبه الإعلان بتاعه هو ولويجي وبيقرر انه مش هيستسلم، وبيخرج وسط آلامه ويتحدى باوزر تاني اللي كلهم لما شافوه بيبقوا مش مصدقين انه قدر يعمل كده.
وبسرعة تضرب الأميرة الحراس وتبعت لماريو النجمة الذهبية اللي بيجري عليها ماريو وبيحميه أخوه لويجي من النار اللي جاية من باوزر، لحد ما بيوصلوا هما الاتنين للنجمة الذهبية. وبعد ما بياخدوا هما الاتنين النجمة الذهبية وكل حاجة بتتغير، بينوروا وبيبقوا قوي جدا جدا وبيهاجموا باوزر ومحدش بيقدر عليهم خالص، وكمان بيهاجموا كل جنوده وبيخلصوا عليهم ومفيش حاجة عرفت تقف في طريقهم، وبيمسكوا باوزر وبياخدوه طيف تخطوخ لحد ما بيخلوه يستسلم خالص، وبتأكلوا الأميرة المشروم الأزرق علشان يصغر جدا ويحبسوه في البرطمان. ويفرح أبو وأم ماريو ولويجي بيهم ويفتخر بيهم أبوهم ويقول للناس دول أولادي، ويفرح معاهم دي كي، والمدينة كلها تبقى مبسوطة وسعيدة وفرحانة. وبكده تخلص الحدوتة. ولو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتقولوا لنا في الكومنتات على أفلام نفسكم نلخصها لكم، وأشوفكم في فيلم جديد وملخص جديد. سلام.